شايفين بقى الجمال والحلاوه اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل مع بعض النهارده طاجن البطاطا اللي انتوا شايفينه ده على طريقه مطبخ الشيف سعيد. وشايفين القنبله دي حاجه عظمه. هندوق مع بعض. تعالوا نشوف كده. نبدا بالقنبله الجميله دي. يا سلام، بجد تحفه، حلو قوي. تعالوا مع بعض بقى ندوق الطاجن الجميل اللي احنا عاملينه ده. شايفين يا جماعه طبقه الكريمه اللي احنا عاملينها. تعالوا نسلك كده، ناخدها بالكريمه سخنه طبعا. يا سلام، بجد حلو قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بجيب بقى البطاطا بتاعتنا ونغسلها كويس قوي، نطلع كل الطينه من عليها كده لدرجه بمسك واحده واحده كده بدعكها بالفرشه زي ما انتم شايفين، عشان اتاكد ان كل البطاطا بتاعتنا بقت نضيفه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بشيل بقى الحتت اللي في الاول كده، البوز بتاعها، عشان ننضف البطاطا بتاعتنا. بعد كده بدخلها على فرن درجه حرارته 250، انا مشغله قبليها وفارش تحتيه ورقه فويل كده عشان ما ينزلش العسل بتاعه ويحروق في الفرن. ببدا بقى اعمل المهلبيه بتاعتي اللي هحطها على وش البطاطا. بجيب كيلو من اللبن اللي هو الحليب، لبن بلدي، عشان يطلع لي القشطه بتاعته. انا خدت القشطه بتاعته من على الوش كده وهوريكم هنعمل فيها ايه. حطيت معلقه صغيره كده فانيليا على اللبن وببدا اقلبها، وقلبت كوبايه سكر عليها. بجيب 3 معالق من النشا وادوبهم في شويه ميه او لبن. بس المهم هنا ان انا اتاكد ان القوام بتاعي يبقى تقيل قوي، ما احطش ميه وخلاص، احط شويه ميه او اللبن يبقى سائل قليل يا دوبك، اللي هو النشا بيتحرك تحت ايدي بالعافيه. هوريكم القوام دلوقتي عامل ازاي. شايفين هو تقيل ازاي؟ بصوا وصل لايه. انا عايزه كده ينزل بالعافيه كده. وببدا اول ما اللبن بتاعي بيسخن خلاص هيغلي، انزل بقى بالنشا بتاعي زي ما انتم شايفين. بص نازل الخيط ازاي كده، هيربط معايا بسرعه جدا. اول ما هيتقل تحت ايدي كده في المضرب هطفي عليه. شايفين احنا عايزين نوصل للقوام ده. اول ما يوصل للقوام ده خلاص نطفي. تعالوا بقى نشوف البطاطا اللي في الفرن. شايفين الشوكه بتنزل بسهوله ازاي كده. استوت معانا البطاطا. نطلعها بقى من الفرن. الكميه بتاعتنا كلها اهي متماسكه وزي الفل. نقشر بقى البطاطا كلها. انا في طرق تانية طبعا الناس بتقشرها وبتنزلها بتسلقها في الميه، بس دي كده افضل. بنزل بقى معلقه قرفه صغيره و3 معالق سكر كده صغيرين حسب طبعا الرغبه، بس انا عاملينها سكر خفيف كده عشان نعرف ناكلها، يعني متبقاش يعني ما تبقاش مسكره قوي. وشويه لبن كده صغيرين لحد ما يعني اخلي القوام بتاعي يبقى متماسك، يعني بفكها بس حاجه بسيطه، ما نزلش لبن كتير عشان ما تبقاش سايله مني. بعد كده بحطها بقى في طواجن صغيره كده، وممكن طبعا نحطها في صينيه كبيره زي ما احنا حابين يعني. طبعا ما تنسوناش بقى باللايك بتاعكم جميل والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. ننزل كده ونسوي كده البطاطا بتاعتنا. نتاكد ان البطاطا بتاعتي طبعا تكون مسكره واكون جايب نوع كويس عشان برضو تحلي الطعم معايا. كده خلصنا الكميه بتاعتنا، وابدا انزل بقى مكسرات عندي او سوداني او اي حاجه. انا هنا نزلت بشويه سوداني متحمصين طبعا، وبنزل بقى بالمهلبيه اللي احنا عملناها، بنزل بيها على الوش عشان هي دي اللي هتديني الوش في الفرن بقى، وهتديني طعم طبعا حكايه. ممكن اعملها بطريقه تانية لو انا مش عايز مثلا المهلبيه دي، ممكن احط سكر كده خشن مع معلقتين زبده وادخلها الفرن برضه هتديني وش حلو. زي ما انتم شايفين كده الكميه بتاعتنا. يلا بينا ندخلها من الفرن. هنا ممكن رشه قرفه برضه، اللي مش حابب ممكن ما يحطش براحته، بس هي برضه بتدي ريحه حلوه قوي في الحلويات.
دخلناهم الفرن اهو زي ما انتم شايفين. تعالى بقى اعلمكم طريقه تانية لحد ما يطلعوا من الفرن. بص، هنجيب بطاطايه هنا، هنحطها في قارب كده من السيلفر، وهنفتح كده القلب بتاعها. هنرش معلقه قرفه بسيطه. القرفه مع الحلويات يا جماعه بجد حكايه يعني. اتاكد ان هنا بص القشطه بقى اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا خدتها من على وش اللبن، وهنزل بيها ايه على البطاطا. يا سلام على الروعه، بجد لازم تجربوا الطريقه دي، تحفه يعني. طريقتين حلوين قوي، بس دي مزاج كده جميله جدا. والمكسرات بقى اللي عندنا برضو بنحطها ونضيفها، وشويه عسل كده ابيض، وبالهنا والشفا. بجد الطريقه هتعجبكم قوي. الشتا بقى داخل علينا، البطاطا لازم تكون في البيت طبعا. تعالوا بقى نشوف اللي في الفرن. هو قرب يطلع اهو. عظمه. شايفين بقى النتيجه؟ بجد حاجه تحفه يعني، وريحتها في البيت جميله. وما تنسوش بقى تدعمونا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك، وتفعلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد. مطبخ الشيف سيد عامل عظمه.